الخطاب التاريخي ديال جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة ديال عيد العرش المجيد 2025 بان بوضوح بأن المغرب ماشي باغي لا صراع لا عداوة، وإنما كيدير نداء جديد وصريح لأشقائنا الجزائريين من أجل حوار مباشر أخوي وشفاف كيحترم السيادة ديال كل دولة وكيعتمد على رابح رابح عوض منطق المواجهة والخسران. جلالة الملك قالها بوضوح، ماشي وقت الانغلاق والتصعيد، راه الوقت ديال الثقه، ديال النيه الصافيه، وديال بناء مستقبل مشترك كيخدم البلدين والشعبين. هذه الرساله واضحه، المغرب ماشي عدو بل جار وشقيق، وعنده رغبه حقيقيه في فتح صفحه جديده مع الجزائر، صفحه كلها محبه، تعاون والتنميه مشتركه. شنو كيعني هذا الخطاب؟ هذا الخطاب ماشي مجرد كلمات رسميه بل فيه اشارات قوية. أولا كيبين بأن الملك عازم على كسر الحواجز النفسية والسياسية اللي فرقات بين شعبين كيشاركوا في كل شيء، الدم، الدين، اللغة، التقاليد وحتى التاريخ. ثانيا كيعبر على أن المغرب ماشي باغي الهيمنة أو التدخل، وإنما كيدعو لحل واقعي مبني على الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص. ثالثا كيربط الاستقرار ديال المنطقه المغاربيه بالتعاون الحقيقي، وكيشدد على ان الجمود ما كيخدم حتى واحد، لا المغرب لا الجزائر لا شعوب الجوار. رساله مفتوحه من القلب للشعب الجزائري الشقيق. خوتنا الجزائريين، راه حنا ما بيناتنا لا عداوه لا كراهيه، التاريخ شاهد علينا والجغرافيا حكمانا نعيشوا حدا بعضياتنا، والقلوب ديالنا عمرها ما كانت مقفوله عليكم. المغرب ملكا وشعبا ديما كيأكد بأن اليد ممدودة، ماشي خوفا ولكن رغبة في حسن الجوار. بغينا نشوفوا الحدود مفتوحة، نشوفوا العائلات المتفرقة كيتلاقاو، نشوفوا التجارة ماشية، نشوفوا الشباب المغاربي كيبني المستقبل ديالو بلا عقاد بلا حقد وبلا عداوة وهمية. حنا عارفين باللي حتى الشعب الجزائري الشقيق فيه ناس عقلاء كيعرفوا بأن السياسة ما خاصهاش تفصلنا، بل لازم علينا نكونوا صوت الحكمة والصلح، وعارفين كذلك بأن بزاف من الإخوة الجزائريين تيشاركوا نفس الإحساس، نفس الطموح ونفس الحلم بوحدة مغاربية حقيقية. شعوبنا خوت والتاريخ غادي يحكم، وشكون ربح في هذه العداوة الغريبة؟ لا حنا ربحنا لا نتوما، بالعكس ضيعنا فرص، ضيعنا زمان، وضيعنا امال ديال اجيال بغات تشوف مغرب عربي قوي متكامل ومتماسك. اليوم كيبان بان المغرب دار خطوه ديالو وعاد الكره في مرمى الجزائر. حنا كنقولوا بركه من التفرقه، بركه من سوء الفهم، واخا نختلفوا حنا خوت، الفرصه بين يدينا واش غادي نضيعوها؟ الملك قالها بصراحة، إن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وهذه كلمة كافية باش نبنيو عليها المستقبل. راه ماشي ضعف تمد اليد، بل قوة نابعة من الثقة بالنفس والرغبة بناء مغرب عربي جديد. نداء للشعب الجزائري، راه المستقبل عندنا بجوج، والمصلحة ماشي في القساوة بل في التعاون. كاين بزاف ديال الملفات يمكن نشتغلوا عليها، سواء الامن، الاقتصاد، البيئه، الشباب، حتى الرياضه والثقافه. ما نضيعوش هذه الفرصه التاريخيه، واخا السياسيين يتخاصموا الشعبين خاصهم يبقاو خوت، واخا الجدار باقي القلوب خاصها تبقى مفتوحه. خلاصه الامر، المغاربه بغينا نطويو الصفحه، ماشي ننساو، ولكن نغلبوا العقل ونخليو العاطفه ديال الاخوه والمصير المشترك هي اللي تقودنا، ونقولوا لخوتنا الجزائريين مرحبا بكم، ديما المغرب داركم، والنيه صافيه والامال باقي كيشعل.